شباب سينيور 3، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسلام وعافية. النهارده يا باشمهندسين جايين نعمل ريفيجن على شابتر 4. شابتر 4 احصاء، بيتكلم عن كام بارت؟ جواه 4 بارتات. احنا النهارده هنراجع مراجعة سريعة كده على بارت 1 و2 و3 و4 ان شاء الله. خلاص فاضل لنا في شابتر 5 حصتين هنخلصهم، وبعد كده هنعمل مراجعة بقى وحل امتحانات ونعيد كله من الأول تاني. نعيد المنهج كله من الأول تاني، بلس إن احنا نقعد نحل امتحانات. مش شوية، امتحانات كتير. أنا عامل لك كتاب فيه حوالي 100 امتحان. ماشي؟ 100. يعني هنتفحت امتحانات إن شاء الله. طيب، بيتكلم عن ايه شابتر 4؟ أول حاجة خالص بيتكلم على حاجة اسمها الفاريانس، المين والستاندرد والفاريانس، وحاجة اسمها الكوفيشنت اوف فاريشن. بيديني جدول زي ده كده جميل، ويقول لي طلع الفاريانس والستاندرد والكوفيشنت اوف فاريشن وكل الكلام ده. بنعمل ايه؟ بص يا سيدي، اولا المجموع اللي تحت لازم يكون بواحد. يعني ايه؟ يعني ده بلس ده بلس ده بلس ده لازم يكون بواحد. ده رول لازم تكون حضرتك عارفه. يعني 0.4 بلس 0.2 بلس 0.2 بلس 0.3 لازم يكون بواحد. طب هنعمل ايه؟ هنعمل جدول اهو. جدول فيه 4. ماشي، هنعمل ايه بقى؟ الجدول ده فيه 4 حاجات. أول حاجة اكس اف اكس، اكس في اف اكس، اكس بار 2 اف اكس. ماشي. جدول فيه كام حاجة؟ فيه 4. اوكي. بعد كده هنكتب ايه؟ 1 3 4 5. 1 3 4 5. وهنا 0.4 0.1 0.2 0.3. ماشي. بعد كده هضرب ده في ده. بنضرب الاتنين براكت دول في بعض. بنضرب الاتنين براكت دول في بعض عشان اطلع العمود التالت. هعمل ده تايمز ده. يلا. 1 هعملها تايمز 0.4 هتطلع 0.4. 3 هنعملها تايمز 0.1 هتطلع 0.3. 4 هنعملها تايمز 0.2 هتطلع 0.8. 5 هنعملها تايمز 0.3 هتطلع 1.5. اوكي. بعد كده يا مستر عمورة، بعد كده هنعمل كله بلس بعض. ده بلس ده بلس ده بلس ده، كلهم بلس بعض. هتطلع بكام؟ هيطلع ب 3. اوكي. طيب العمود الرابع هنعمل ايه في العمود الرابع؟ هنعمل الاول، هو بيقول لك اكس بار 2 مضروبه في اف اكس. يعني هعمل ده بار 2 واضربه في اللي جنبه. 1 بار 2 واضربها في اللي جنبها تبقى 0.4. 3 بار 2 واضربها في اللي جنبها هتطلع 0.9. 3 باور 2 واضربها في اللي جنبها هتطلع 0.9. 4 باور 2 واضربها في 0.2. 4 باور 2 تايمز 0.2 هتطلع 1.6. بعد كده 5 باور 2 واضربها في 0.3 هتطلع 7.5 تقريبا. 7.5. بعد كده اعمل ادنج. طيب تعالى نعمل ادنج للعمود الرابع. هنعمله ازاي ادنج؟ اهو. نمسك الكالكوليتر الجميله اهو، ونعمل كله بلس بعض. 7.5 بلس 1.6 بلس 0.9 بلس 0.4 هتطلع بكام؟ ب 10.4. ماشي. 0.4 بلس 0.9 بلس 1.6 بلس 7.5 هتطلع 10.4. طيب عايزين بقى نجيب مين؟ أول حاجة هم 4 حاجات. أول حاجة المين. معلش، هي دي طلعت 4 بار 2 تايمز 0.2 3.2. أنا آسف، دي 3.2. تعالى نجمع دول تاني في 0.4 بلس 0.9 بلس 3.2 بلس 7.5.
هتطلع ب 12 بس. طيب وبعدين يا مستر عمر هنجيب اول حاجه المين بيجاب ازاي؟ احفظ بقى ورايا القوانين. مجموع العمود الثالث، يعني العمود الثالث طلع بكام؟ ب 3، يبقى المين ب 3. طب تاني حاجه الفاريانس بتتجاب ازاي؟ الفاريانس بتتجاب مجموع العمود الرابع ماينس التالت باور 2. اهو هكتب الرول: مجموع العمود الرابع ماينس التالت باور 2. العمود الرابع بكام؟ ب 12 ماينس التالت اللي هو 3 باور 2 تطلع ب 4. ماشي. الستاندرد روت الفاريانس يعني روت 4. روت 4 هيطلع بكام؟ ب 2. طب الكوفيشنت اوف فاريشن هنجيبها ازاي؟ الكوفيشنت فاريشن هنجيبها ازاي؟ الستاندرد على المين تايمز 100. الستاندرد اللي هو كام يا مستر عمر؟ 2 على المين اللي هو كام؟ 3، يبقى 2 اوفر 3 تايمز 100. 12 باور 2 ماينس 3 باور 2. 12 باور 2 12 ماينس 3 باور 2 هتطلع ب 3. انا اسف، دي هنا ب 3 يبقى هنا روت 3. يبقى الستاندرد روت 3، يبقى روت 3 على 3 تايمز 100، واللي يطلع احط له برسنت. يبقى المين بيجيب ازاي؟ مجموع العمود الثالث. الفاريانس مجموع العمود الرابع ماينس الثالث باور 2 طلعت بروت 3. روت 3 دي على فكره لو كتبتها بالكالكوليتر هتطلع ب 3. الستاندرد روت الفاريانس يعني الروت اللي طلع. طيب الكوفيشنت اكتب على دي اكزام. الكوفيشنت الستاندرد على المين تايمز كام؟ 100. حلو جدا. اهو اديني سؤال كمان. اهو 1 2 4 6 وهنا 0.2 0.3 A 0.1. هنعمل ايه يا مستر عمر؟ اهو اللي تحت مجموع اللي تحت بواحد، يعني كل دول بلس بعض ايكوال 1. لو انا عايز اجيب الاي هقول الاي ايكوال 1 ماينس الاي ايكوال 1 ماينس 0.2 بلس 0.3 بلس 0.1 هتطلع 0.4. يبقى الايه هتطلع ب 0.4. طيب بعد كده يا مستر عمر بعد كده هعمل جدول. الجدول فيه كام حاجة؟ فيه 4. ايه هم؟ اكس، ايوه يلا بينا يلا هنعمل جدول فيه 4 حاجات. ايه هم بقى؟ تعال نشوف. اول حاجة الاكس، اف اكس، اكس في اف اكس، اكس بار 2 في اف اكس. طيب الاكس اللي هي كام؟ 1 و2 و4 و6. طب الاف اكس اللي هي 0.2 0.3 0.4 0.1. طب الاكس في الاف اكس هضرب ده في ده يطلع 0.2، هضرب ده في ده 0.6، هضرب ده في ده 1.6، هضرب ده في ده 0.6. حلو. بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ده باور 2 ونضربه في اللي جنبه اهو. 1 باور 2 ونضربها في اللي جنبها تطلع 0.2. هنعمل 2 باور 2 اضربها هنا تطلع 1.2. هعمل ده باور 2 4 باور 2 4 باور 2 اضربها في اللي جنبها تطلع بكام؟ ب 6.4. هعمل ده باور 2 واضربه في اللي جنبه 6 باور 2 واضربها في 0.1 هتطلع بكام؟ 3.6. طب هنجيب مجموع العمود الثالث. اللي هو كام بقى؟ ده بلس ده بلس ده بلس ده 0.2 بلس 0.6 بلس 1.6 بلس 0.6 هتطلع بكام؟ ب 3.
الأخير 0.2 بلس 1.2 بلس 6.4 بلس 3.6 واشوف هتطلع بكام. هتطلع 11.4. عايزين نجيب المين. نفس الفكرة، مجموع العمود التالت. طب العمود التالت بكام؟ ب 3. طب تاني حاجة عايزين نجيب الفاريانس. الفاريانس هنجيبها ازاي؟ مجموع العمود الرابع ماينس التالت بار 2. الرابع اللي هو كام؟ 11.4 ماينس التالت بار 2 يعني ماينس 3 بار 2 هتطلع 2.4. رقم 3 الستاندرد. الستاندرد روت الفاريانس يعني روت 2.4. رابع حاجة الكوفيشنت اوف فاريشن. الكوفيشنت اللي هو الستاندرد على المين تايمز 100. الستاندرد اللي هو كام؟ هشوف ده هيطلع بكام اوفر 3 واللي يطلع اعمله تايمز 100 واحط هنا بريسنت. حلو جدا. يلا بينا يا مستر عمر، عايزين ايه كمان؟ اهو سؤال زي ده. كي كي بار 2 2 كي بار 2 كي. احنا قايلين مجموع اللي تحت بواحد يعني كام؟ كي وكي يبقى 2 كي. كي بار 2 2 كي بار 2 يبقى 3 كي بار 2. وهنا كي وكي يبقى 2 كي. كل الكلام ده ايكوال 1. هندخل دي جوه يبقى 3 كي بار 2 بلس 2 كي ماينس 1 ايكوال 0. يبقى انا عملت ايه؟ اهو كي بار 2 و2 كي بار 2 يبقى 3 كي بار 2. وهنا 1 كي 1 كي يبقى 2 كي. كل الكلام ده ايكوال 1. هدخل 1 بالماينس. خلاص هنعمل بقى مود 5 3. مود 5 3 ها 3 ايكوال. تاني واحدة 2 ايكوال. تالت واحدة نيجاتيف 1 ايكوال. هتطلع الكيب كام؟ هتطلع الكيب 1 على 3. حاجة هنا شوف شيل الكي وحط مكانها 1 على 3 يبقى 1 على 3 وهنا 1 على 3. 1 على 3 باور 2 يعني 1 على 9. هنا 2 كي باور 2 يعني 2 في 1 على 3 باور 2 يعني 2 على 9. يلا بينا. هنعمل ايه؟ هنعمل جدول في كام حاجة؟ في 4 حاجات. ايه هم؟ اكس اف اكس اكس في اف اكس اكس بار 2 في اف اكس. ماشي. يلا بينا يلا بينا. اول حاجة هحطها اللي هي مين؟ نيجاتيف 3 0 3 6. تاني حاجة 1 على 3 1 على 9 2 على 9 1 على 3. بعد كده هضرب ده في ده نيجاتيف 1. هنضرب ده في ده 0. هنضرب ده في ده 6 على 9. هضرب ده في ده تطلع ب2. بعد كده هعمل ده بار 2 واضربه في اللي جنبه نيجاتيف 3 بار 2 واضربها في اللي جنبها تطلع ب 3. 0 بار 2 واضربها في اللي جنبها 0. 3 بار 2 واضربها في 2 على 9 ب 2. 6 بار 2 واضربها في 1 على 3 هتطلع 12. ماشي. بعد كده يا مستر عمر هنجمع اللي في الاخر. ها يلا هجمع دول نيجاتيف 1 بلس 0 خلاص. بعد كده هجيب المين والفاريانس والستاندرد والكوفيشنت اوف فاريشن. طيب حلو حلو كلام عظيم. نفس الكلام هنا بقى اعطيك الميو ب2. بص بقى السؤال، ها خلي بالك عشان السؤال ده مهم. اعطيك الميو ب2 يعني مجموع العمود التالت ب2. طيب انا عارف ان اللي تحت دول مجموعهم بكام؟ كل اللي تحت مجموعهم بواحد صح؟ مجموعة اللي تحت بواحد يعني يبقى انا لو عايز اجيب البي هقول ايه؟ 1 ماينس مين؟ 1 اوفر 12 بلس 1 اوفر 3 بلس 5 على 12 واشوف الاجابة هنا تطلع كام؟ 1 ماينس كام؟ 1 اوفر 12 بلس 1 اوفر 3 بلس 5 اوفر 12.
هتطلع 1/6. يبقى البي هنا 1/6. يلا بينا يلا بينا، هنعمل ايه بقى؟ نعمل جدول فيه كام حاجة؟ فيه 4. ايه هم؟ اهو. ادي اكس، وادي اف اكس، وادي اكس مضروبة في اف اكس، وادي اكس باور 2 مضروبة في اف اكس. اكس اللي هي كام؟ 1 0 2 ايه. هنا 1/12، 1/6، 1/3، 5/12. هضرب ده في ده، 1/12. هضرب ده في ده بزيرو. هضرب ده في ده ب2/3. هضرب ده في ده ب5 A/12. هنعمل ده باور 2 نضربه في اللي جنبه، 1 باور 2 اضربه في 1/12 تبقى ب1/12. هضرب ده في باور 2 اضربه في اللي جنبه يبقى 0. هعمل ده باور 2 اضربه في اللي جنبه 4/3. هعمل ده باور 2 واضربه في اللي جنبه. خلاص يبقى A باور 2 يبقى 5A باور 2 على 12. هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان المين اللي هم دول مجموع العمود ده بكام؟ هو قايل لك المين ب2. يعني 1/12 بلس 0 بلس 2/3 بلس 5A/12. كل الكلام ده ايكوال 1. هنمسك الكالكوليتر. بص هعلمك حاجه حلوه قوي، حاجه اسمها شيفت سولف. بص هكتب اهو 1/12 اوكي بلس 0 بلس 2/3 بلس 5A على 12 الفا كالك الفا كالك ايكوال 1. بعد كده اعمل شيفت كالك ادوس ايكوال. هتطلع الايه بكام؟ هتطلع الايه، بص طلعت بكام الايه؟ طلعت الايه ب 0.6. يبقى الايه طلعت ب 0.6. خلصت. طيب تعالى بقى نحل ايه؟ نحل على الحتة دي برضو اهو. هنا برضو سؤال على نفس الجزئية. اعطيلك 2 0 3 4. انت بقى هنا اللي هتكون الجدول الصغير اهو. انا عملت الجدول الصغير اهو. ادي يا مستر الجدول الصغير، ادي اكس وادي اف اكس. اكس بكام؟ 2 0 3 4. 2 0 3 4. والاف اكس اهو 2. دي 2 ها. a ماينس 1 على كام؟ a ماينس 1 على 16. a ماينس 1 على 16. طب الزيرو a على 16. طب ال3 a بلس 3 على 16. طب ال4 a بلس 4 على 16. كل الكلام ده هقول ان هي ايكوال 1. هنعمل دي بالكالكوليتر. يلا شيفت سولف اهو. يلا عايز اكتب a ماينس 1 على 16. هكتبها ازاي؟ a ماينس 1 على 16 بلس a على 16 بلس a بلس 3 على 16 بلس a بلس 4 على 16. الفا كالك ايكوال 1. بعد كده شيفت كالك. هتطلع بكام؟ هتطلع الايه ب 2.5. 2.5 دي الايه. ماشي. يبقى 2.5 ماينس 1 على 16. وهنا 2.5 على 16. وهنا 2.5 بلس 3 على 16. وهنا 2.5 بلس 4 على 16. تعالى نحسب الاولى. 2.5 2.5 ماينس 1 على 16 هتطلع ب 3 على 32. تاني واحدة 2.5 على 16 5 على 32. آخر واحدة 2.5 بلس 3 على 16 11 over 32. بعد كده
هتطلع 13 على 32. ماشي. بعدين يا مستر عمورة ولا قبلين اروح كاتب اكس، هعمل الجدول بقى الكبير، اكس واف اكس واكس تايمز اف اكس واكس بار 2 اف اكس. طيب تعالى بقى ناخد سؤال. طبعا انا كل ده حله في الحصص، عايزين بقى ناخد سؤال على ايه؟ اه بص هنا اهو، بيقول لك اكس بار 2 في اف اكس ايكوال 6.16، عايز الستاندرد. اه ما هو ده كده، وقايل لك ان الاكسبكتيشن اللي هو المين، الاكسبكتيشن ده اللي هو المين، المين عطولك ب 0.4، ده المين ده اللي هو مجموع العمود التالت، وده كده الحركة دي اسمها مجموع العمود الرابع. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ هو عايز الفارينس، هجيب الفارينس هجيبها ازاي؟ مجموع العمود الرابع ماينس التالت بار 2. مجموع العمود الرابع اللي هو 6.16 ماينس التالت بار 2 اللي هو ماينس 0.4 بار 2، يبقى 6.16 ماينس 0.4 بار 2 هتطلع ب 6. ده كده مين؟ ده الفارينس، هنعمل لها روت هو عايز الفارينس اصلا، تطلع الاجابه بكام؟ ب 6. لو عايز الستاندرد هعمل ايه؟ روت 6. روت 6 هو هنا عايز الستاندرد فارينس، ماشي. لو عايز الستاندرد يبقى 2.4، عايز الفارينس تبقى 6. طيب حلو جدا. ماشي. السؤال ده بيقول لك ايه؟ السؤال ده جه سكند سيشن 2023 اهو مكتوب قدامك، سكند سيشن 2023. بيقول لك الستاندرد ديفيشن ايكوال 1.5 واكس بار 2 في اف اكس اهو، ده كده اكس بار 2، حط هنا اكس بار 2، دي كده مجموع العمود الرابع. عايز ايه؟ هو عايز الاكسبكتيشن اللي هي المين. طيب باشا هو الستاندرد اصلا تعال نكتب الرول بس بتاع الفاريانس. ايه هو الرول بتاع الفاريانس؟ مجموع العمود الرابع ماينس التالت بار 2. حلو. طب انا عندي الستاندرد ب 1.5، عندي الستاندرد ب 1.5، عشان نجيب الفاريانس العكس بقى، احنا لما كان بيكون عندنا الفاريانس وعايز اجيب الستاندرد بعمل سكوير روت، لو عندي الستاندرد وعايز اجيب الفاريانس هعمل بار 2، يعني هعمل 1.5 بار 2 هتطلع بكام؟ 2.25. يبقى الفاريانس 1.5 بار 2 تطلع ب 2.25 عشان اجيب الفاريانس. التالت بار 2 ما نعرفوش، انا هجيبه ماينس مجموع العمود الرابع، العمود الرابع اللي هو قايل لك مجموعه بكام؟ ب 6.25، يبقى هكتب كده 6.25 ماينس العمود الثالث باور 2، كل الكلام ده ايكوال 2.25. ماشي. هنفترض ان العمود الثالث دي اكس، ماشي. يلا بينا نعملها بالكالكوليتر، هكتب اهو 6.25 ماينس الفا براكت باور 2 ايكوال الفا ايكوال 2.25 شيفت كالك، هتطلع بكام؟ هتطلع ب 2، خلي بالك هتطلع بكام؟ ب 2. ده كده العمود، ده كده الاكس، يبقى الاكس طلعت بكام؟ الاكس هتطلع ب 2. خلصت. قيمة الاكس طلعت بكام؟ ب 2. طيب عايز الكوفيشنت اوف فاريشن اهو، سكند سيشن 2023، اعطيك المين ب 100 واعطيك الفاريانس ب 16. طب هو ايه الكوفيشنت؟ الكوفيشنت تعالى نكتب الرول. ايه هو الستاندرد
على المين تايمز 100. المين بكام؟ المين ب 100 تايمز 100. طب الستاندرد روت الفاريانس، الفاريانس ب 16 يبقى روت 16. روت 16 ب 4 يبقى 4 على 100 تايمز 100 ايكوال، والريزلت اللي يطلع برسنت هيطلع كام؟ 4%. السؤال اللي بعديه ماشي، عايز الكوفيشنت اوف فاريشن. اعطيك مين هو ده كده؟ اكس في اف اكس اللي هو مجموع العمود الثالث. مجموع العمود الثالث. مجموع العمود الثالث اللي هو 4. وهنا مجموع العمود الرابع. هكتب الكوفيشنت اوف فاريشن. طيب انا عشان اجيب الستاندرد هجيبها ازاي؟ الاول الفاريانس، معلش عشان اجيب الفاريانس هجيبها ازاي؟ اهو الفاريانس مجموع العمود الرابع ماينس التالت بار 2. العمود الرابع اللي هو 25 ماينس التالت بار 2 يعني ماينس 4 بار 2 تطلع ب 9. ده الفاريانس. تعرف تجيب الستاندرد؟ اعرف اجيب الستاندرد هيبقى روت 9 هتطلع بكام؟ ب 3. ماشي. عايزين الكوفيشنت اوف فاريشن. هقول الكوفيشنت اوف فاريشن اهو الستاندرد على المين تايمز 100. الستاندرد اللي هو كام؟ 3 على المين اللي هو مجموع اللي هو 4 تايمز 100 هتطلع بكام؟ ب 75%. ماشي. اللي بعديها السؤال ده برضو مهم اهو. اعطيك الكوفيشنت اوف فاريشن ب 12.5% واعطيك الستاندرد. عايز المين؟ طب ما انا عارف الكوفيشنت ايه هو؟ الستاندرد على المين تايمز 100. كل الكلام ده ايكوال 12.5. ده الرول بتاع الكوفيشنت اوف فاريشن قلناه في اول الحصه. طب الستاندرد بكام؟ ب 8 على المين اللي انا حافظها باكس تايمز 100. كل الكلام ده ايكوال 12.5. يلا هنعملها بالكالكوليتر زي ما علمتك ونطلع قيمه الاكس. كده يا باشمهندس ده الجزء الاول. يلا بينا بقى ندخل على مين؟ ندخل بقى على الجزء الثاني. الجزء الثاني اللي هو اسمه ايه؟ density function. ده بارت 2. خلاص خلصنا الجزء الاول. الجزء الاول كان بيتكلم على ايه؟ مين، variance، standard، coefficient of variation. يلا بينا نروح على الجزء الثاني اللي بعديه اللي هو الجزء بتاع اسمه probability of density function. هو رول واحد، يعني الجزء ده رول واحد. ايه هو الرول بتاعه؟ الاريا بتاعت الترابيزيوم اهو بي 1 بلس بي 2 اوفر 2 تايمز اتش. القانون ده مهم جدا 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 اهو. يعني انا لو عندي ايه وهنا بي، ماشي، ده الترابيزيوم، ماشي، ده الترابيزيوم بتاعنا. انا عايز بقى اجيب الاريا بتاعت التشيدد ريجن. ايه هي التشيدد ريجن ده؟ اللي هو الاريا بتاعت الشكل ده. هنا ايه وده اف ايه، هنا بي وهنا اف بي. طب هو عايز ايه بقى؟ الرول بيقول لك دي كده اف ايه دي اسمها بي 1، واف بي دي واف بي اسمها بي 2، والاتش اللي هي دي. هو بقى الرول بيقول لك ايه؟ بي 1 بلس بي 2 اوفر 2 تايمز اتش عشان اجيب الاريا بتاعت الترابيزيوم ده. طيب تعالى كده يا مستر عمورة ناخد أول سؤال أهو. 1/50 17 ماينس 2 اكس. هنعمل إيه؟ أول حاجة عايز بيقول لك اثبت إن من 1 ل 6 ايكوال 1. اثبت لي إن من 1 ل 6 ايكوال 1. هنثبتها إزاي؟ بالراحة وعلى مهلنا أهو. أنا قلت لك في الحتة دي لو حضرتك فاكر في الشرح قلت لك ايه؟ بتعمل 4 خطوات: بي 1 بي 2 اتش بعد كده تكتب الرول. تاني بي 1 بي 2 اتش بعد كده تكتب الرول. بي 1 بعد كده تاني واحده بي 2 تالت واحده اتش بعد كده الرول اللي هو بي 1 بلس بي 2 اوفر 2 تايمز اتش. طب بي 1 هنجيبها ازاي يا مستر؟ اهو 1 اوفر 50
17 ماينس 2 تايمز كام؟ اشيل الاكس واحط مكانها 1. 2 تايمز 1 تطلع ب 0.3. طب تاني واحدة بي 2 هجيبها ازاي؟ هشيل الاكس واحط مكانها 6. يبقى 1/50. ايوه 17 ماينس 2 تايمز 6 تطلع بكام؟ ب 0.1. ماشي. الهايت هعمل ده ماينس ده. 6 ماينس 1. 6 ماينس 1 هتبقى كام؟ 5. طيب بي 1 بلس بي 2 اوفر 2 تايمز اتش. بي 1 اللي هي كام؟ 0.3 بلس بي 2 اللي هي 0.1 اوفر 2 تايمز الاتش اللي هي 5. يبقى تاني بي 1 هنجيبها ازاي؟ اهي. بي 2 اهي. اتش اهي. تعرف تجيب الرول؟ اعرف اجيب الرول. هيطلع هكتب الرول هيطلع ب 1. الرول ده بتاع الاري ده هيطلع ب 1. يبقى السؤال ده دانستي. طيب حلو جدا، حلو جدا 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 جدا. طيب عايزين بقى نفس السؤال بس هو عايز ايه؟ اصغر من 4. بي اكس اصغر من 4 اهو. less than 4. هو less than 4 يبقى كام وكام؟ يبقى هو عايز نفس السؤال على نفس السؤال بس بي اكس اصغر من 4. هو مين اللي اصغر من 4 هنا؟ اللي اصغر من 4 اللي هو 1. يبقى اللي اصغر من 4 اللي هو 1. هكتب ايه؟ هعمل بي 1 واعمل بي 2 واعمل اتش واكتب الرول. ماشي. بي 1 اعوض 1 هنا يبقى 1 اوفر 50. 17 ماينس 2 تايمز 1. تاني واحدة 1 اوفر 50. 17 ماينس 2 تايمز 4. طب الاتش هعمل ده ماينس ده. 4 ماينس 1 هتطلع ب 3. واعوض بقى هكتب بي 1 عندي وعندي بي 2 وعندي 2 وعندي الاتش ب 3. خلاص هعرف اجيب الرول بتاع الاري. طيب لو عايز اجيب بقى ايه؟ بي اكس اكبر من 3. بي اكس اكبر من 3 هنعملها ازاي؟ اهو. بي اكس اكبر من 3 هكتب كده. مين اللي اكبر من 3؟ اللي اكبر من 3 6. يعني اعوض مره بي 1 وبي 2 واتش. بي 1 اعوض ب 3 هنا يبقى 1/50. 17 ماينس 2 تايمز 3. تاني واحدة 1/50. 17 ماينس 2 تايمز 6. الهايت هنعمل ايه؟ 6 ماينس 3 تطلع ب 3. تعرف تجيب الاريا؟ بي 1 بلس بي 2 اوفر 2 تايمز اتش. بي 1 عندي بي 2 عندي والاتش هنا ب 3. خلاص ماشي. السؤال اللي بعديه هو بيقول لك هنا ان السؤال دانستي. بيقول لك ان السؤال هنا دانستي. طالما قايل لك دانستي يبقى الرول ب1 يبقى الاريا ب1. يبقى بنعمل الرول عادي اهو. بي 1 بي 2 اتش. الخطوات ثابته. بعد كده اكتب الرول بي 1 بلس بي 2 اوفر 2 تايمز الاتش ايكوال كل الكلام ده ايكوال 1. بي 1 اعوض بزيرو هنا. شيل اكس وحط مكانها زيرو. ايه تايمز زيرو تبقى زيرو. تاني واحده بي 2 اعوض بالفور هنا. شيل اكس وحط مكانها 4 تبقى 4 ايه. الاتش هنعمل ده ماينس ده. 4 ماينس 0 تبقى 4. بي 1 اللي هي 0. بي 2 اللي هي 4 ايه اوفر 2 تايمز الاتش اللي هي 4. كل الكلام ده ايكوال 1. هكتب دي كلها على الكالكوليتر واعمل شيفت سولف. هعمل دي كلها على الكالكوليتر واعمل شيفت سولف هتطلع الايه ب1/8. هشيل الايه واحط مكانها 1/8. خلاص ماشي. طب ما تيجي نحل بقى شوية حاجات على الكلام ده او شوية اسئلة كده حلوة من الاكسرسايز. اهو بي اكس اكبر من 3. سؤال عليك تم مدرسة اهو. بي اكس اكبر من 3. اكبر من 3. مين اللي اكبر من 3؟ 4. هنعمل خطوات بي 1 بي 2 اتش. بعد كده اكتب الرول بي 1 بلس بي 2
اوفر 2 تايمز اتش، كل الكلام ده ايكوال 1. بي 1 اعوض بمين؟ اعوض بي اكس اكبر من 3، اعوض بالثلاثه هنا مفيش حاجه اعوض بيها فتبقى الاجابه هاف. اعوض بالاكبر من 3 اللي هي الاربعه هنا مفيش حاجه اعوض بيها يبقى هاف. الهايت، الهايت هنعمل ايه؟ 4 ماينس 3 تبقى 1. بعد كده هكتب بي 1 اللي هو هاف بلس بي 2 اللي هو هاف اوفر 2 تايمز الاتش اللي هي 1. كل الكلام ده شوف الاجابه هتطلع بكام. هتطلع هاف بلس هاف، هتطلع الاجابه كلها بهاف. خلصت. السؤال اللي بعديه. ماشي. السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه؟ اهو عايز الكيب كام؟ اعوض، اعوض هجيب بي 1 وبي 2 و اتش، بعد كده اكتب الرول بي 1 بلس بي 2 اوفر 2 تايمز اتش. بي 1 اعوض بالنيجاتيف 4 هنا مفيش حاجه اعوض بيها تبقى كي، اعوض بالفور هنا مفيش حاجه اعوض بيها فتبقى كي. الهايت هعمل ده ماينس ده، 4 ماينس نيجاتيف 4 اللي هو 8. بي 1 اللي هو كي بلس بي 2 اللي هو كي اوفر 2 تايمز الاتش، الاتش اللي هي 8 يبقى 2 كي اوفر 2 تايمز 8. كل الكلام ده ايكوال 1. يبقى الكي هتطلع بكام على كام؟ هتطلع اعمل شيفت سولف هتطلع 1 اوفر 8. السؤال اللي بعديه اهو 20 24. السؤال ده 20 24 بيقول لك ان هي دينستي. اعوض مره بكام؟ اعوض مره ب 2 هنا واعوض مره ب 4 هنا. اعوض ب 2 اشيل الاكس واحط مكانها 2. هجيب بي 1 واجيب بي 2 واجيب اتش. بي 1 اعوض بال 2 هنا يبقى 2 كي. بي 2 اعوض بال 4 هنا يبقى 4 كي. الهايت هعمل ده ماينس ده، 4 ماينس 2 تبقى 2. بعد كده هكتب الرول. ايه هو الرول بقى؟ بي 1 بلس بي 2 اوفر 2 تايمز اتش، كل الكلام ده ايكوال 1. بي 1 اللي هي 2 كي، بي 2 اللي هي 4 كي اوفر 2 تايمز الاتش اللي هي 2، كل الكلام ده ايكوال 1. يبقى 6 كي ايكوال 1. يبقى الكي بواحد على 6. السؤال اللي بعديه اهو 20 22 فيرست سيشن. بيقول لك عوض مره بكام؟ بيقول لك ان هي دانستي. دانستي يعني اعوض مره ب 1 واعوض مره ب 5. بي 1 بي 2 اتش، بعد كده اكتب الرول. كل الكلام ده ايكوال 1. بي 1 اعوض بال 1 هنا يبقى ام على 12. بي 2 اعوض بال 5 هنا يبقى 5 ام على 12. الهايت هعمل ده ماينس ده، 5 ماينس 1 تبقى 4. بعد كده هكتب الرول بي 1 بلس بي 2 اوفر 2 تايمز الاتش، كل الكلام ده ايكوال 1. بي 1 اللي هي ام على 12، بي 2 اللي هي 5 ام على 12 اوفر 2 تايمز الهايت اللي هي 4، كل الكلام ده ايكوال 1. هعمل شيفت سولف هعرف اطلع قيمة الام بكام. اللي بعديها فيرست سيشن 2022 بيقول لك اكس اكبر من 2. مين اللي اكبر من 2؟ اكبر من 2 اللي هي 2 و4. اعوض مره ب 2 هقول بي 1 بعد كده بي 2 بعد كده اتش. اعوض ب 2 يبقى 2 زائد 1 على 12 تطلع 1 اوفر 4. اعوض ب 4 يبقى 4 زائد 1 على 12 5 على 12. الهايت، الهايت 4 ماينس 2 تبقى 2. بعد كده نطبق القانون بي 1 بلس بي 2 اوفر 2 تايمز اتش. بي 1 اللي هي 1 اوفر 4، بي 2 اللي هي 5 اوفر 12 اوفر 2 تايمز الاتش ب 2. خلصت يا باشمهندس. نفس الكلام هنا. اعوض مره بكام بقى؟ اعوض مره ب 3 عشان اجيب بي 1. اعوض مره ب 5 بعد كده الهايت 5 ماينس 3. بعد كده خلصت اطبق القانون. طيب قشطه جدا قشطه جدا قشطه جدا. اهو برضو هنا من طول 4. طب تعالى ناخد سؤال كده هيعجبك قوي 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 قوي. بص اهو 2019 فيرست سيشن 2019 اهو عايز قيمة الايه.
طالما قايل لك قيمه الايه يبقى المساله هنا دانستي. من كام لكام؟ من 0 ل 4. هقسم الصفحه. تعالى نحل واحد. بي 1 بي 2 اتش. بي 1 عوض بالزيرو هنا، شيل اكس وحط مكانها زيرو يبقى 0 اوفر 2 اللي هي 0. بي 2 اعوض بالفور هنا، شيل اكس واحط مكانها 4 يبقى 4 a على 2 اللي هي 2 a. طب الهايت هعمل ده ماينس ده، 4 ماينس 0 تبقى 4. هنعمل ايه؟ هكتب الرول بي 1 اللي هو 0 بلس بي 2 اللي هي 2 a على 2 تايمز الهايت اللي هي 4. كل الكلام ده ايكوال 1. تعرف تجيب الايه؟ الايه هتطلع بواحد على 4. واحد على 4. ماشي، حلو. الايه هتطلع ب 1 اوفر 4. طب تعالى نعوض هنا بقى. اهو اعوض مره ب 1 ادي بي 1، بعد كده بي 2، بعد كده اتش. بي 1 اعوض بال 1 هنا يبقى 1 على 4 في 1 على 2 تطلع 1 على 8. اعوض ببي 2 هنا 1 على 4 في 4 على 2 تطلع هاف. الهايت هعمل ده ماينس ده، 4 ماينس 0 تطلع ب 4. بعد كده اكتب القانون. 1 على 4 سوري تايمز 3، انا اسف تايمز 3. شوف دي 3 اوفر 4 ديفايدد 2، شوف هتطلع بكام، بعد كده طبق القانون. ماشي 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 ماشي. كده يا باشمهندس احنا خلصنا الجزء التاني بارت 2 في شابتر 4. تعالى بقى ندخل على مين؟ تعالى ندخل على البارت اللي بعديه. ها، بارت 3. ماشي، بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على حاجه اسمها جيومتريك باينوميال. ماشي، ده بارت 3 في شابتر 4. بيتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ بيتكلم عن حاجه اسمها جيومتريك باينوميال. بعد ما نخلص الجيومتريك باينوميال هندخل على سوري، بعد ما ندخل على بعد ما نخلص الجيومتريك اكسبيرمنت هندخل على الباينوميال اكسبيرمنت. الدرس ده بارت 3 جيومتريك اكسبيرمنت، بارت 4 باينوميال اكسبيرمنت. تعالوا ندخل على الجيومتريك الاول. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا ندخل على الباينوميال ديستريبيوشن. ايه الفرق بين الباينوميال ديستريبيوشن والجيومتريك ديستريبيوشن؟ الجيومتريك ديستريبيوشن اللي هو ايه؟ لو انا مثلا معايا زهر رحت راميه، حلو، فانا مثلا في الزهر ده عايز الزهر يطلع على رقم 3 فرميت، فما طلعش على 3 طلع على 1. يبقى دي غلط ولا صح؟ غلط. رحت واخد الزهر تاني ورميه، ما طلعتش على 3 طلعت على 6. دي غلط ولا صح؟ غلط. اخدت الزهر تالت مره ورحت رميه طلع على 4 ما طلعتش برضه، انا عايزها تطلع على 3. رحت واخدها ورميها، طلعت صح، طلعت رميتها بقى طلعت 3. يبقى انا كده مع اول، وقال لك فيرست سكسس اول محاولة نجاح، يبقى دي اسمها جيومتريك اكسبيرمنت. لو اول قال لك ذا فيرست سكسس يبقى مع اهو. بصي الفرق بين الجيومتريك والباينوميال، عشان بتلخبط دي. الفرق دي ليها قوانينها ودي ليها قوانينها، انا باكد. الجيومتريك ليه قوانينه، الباينوميال ليه قوانينه. طب انا اعرف منين في الامتحان يا مستر الجيومتريك؟ لو هو ما قالش، هو طبعا بيقول يعني بيجيب لك الحته دي اللي هي اكس جي اس. جي دي يعني جيومتريك، خلاص. طيب ايه بقى؟ اهو التوقف عند اول نجاح، هتلاقي الكلمه دي موجوده اهو. ستوب ات ذا فيرست سكسس، يبقى دي جيومتريك. طب الباينوميال لا، الباينوميال عادي بتكمل، طلعت 3 روح مكمل تاني، طلعت، فهمتني؟ محاولات على طول. طيب اهو. طيب ايه هو الرول بقى بتاع الجيومتريك؟ هنبتدي دلوقتي في الجيومتريك، نخلصه ونروح على مين؟ على الباينوميال. الجيومتريك ايه هو القانون بتاعه؟ اس دي اللي هي البروبابيلتي، 1 minus s باور n minus 1. n دي اللي هي number of trial needed to reach to the first success، اللي هي المحاولات اللي انا حاولتها لغايه لما تطلع الاجابه الصح. طيب في كمان حاجه اسمها قوانين بتاعت الجيومتريك. خلي بالك قوانين الجيومتريك غير الباينوميال. في قوانين للجيومتريك اهو، الافريج اللي هو الاكسبكتيشن، الميو 1 على اس. الفاريانس اهو، الفاريانس ايه هو الرول بتاعها؟ 1 ماينس اس على اس سكوير. الستاندرد روت الفاريانس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما تيجي ناخد كده سؤال يا مستر عمر، تعال.
هناخد سؤال على مين؟ احنا بنتكلم دلوقتي في الجيومتريك اكسبيرمنت. يلا بينا ناخد اسئله. اول حاجه بيقول لك the probability اهو probability of success equal 0.35. عايزين ال probability بتاعت الفيلرز اللي ساقط. هعمل 1 minus 0.35. السكسس طلع 0.35. انا عارف ان مجموع البروبابيلتي كله بيكون بواحد. هعمل 1 minus 0.35 هتطلع 0.65. السؤال اللي بعديه رقم 2. x g 0.2. جي يعني جومتريك ها. x equal 3. طيب عايز الرول. هكتب الرول اهو. s 1 minus s باور n minus 1. ماشي. s اللي هي كام؟ 0.2. 1 minus 0.2 باور n minus 1 يعني باور 3 minus 1. واشوفها بالكالكليتر اهو. 0.2 افتح براكت 1 minus 0.2 باور كام؟ 2. تطلع 16 على 125. السؤال اللي بعديه بي اكس اصغر من 2. اصغر من 2 اصغر من 2 or equal to، يعني هقول بي اكس equal to plus بي اكس equal 1. بي اكس equal to هكتب اس 1 minus اس باور n minus 1. التاني واحدة اهو اس 1 minus اس باور n minus 1. اس اللي هي كام؟ اس اللي هي 1 over 4. يبقى 1 over 4 1 minus 1 over 4 باور n minus 1 يعني باور 2 minus 1 بلس اس اللي هي 1 over 4 1 minus 1 over 4 باور كام؟ 1 minus 1. هحسب دي بكام واحسب دي بكام واعملهم بلس. السؤال اللي بعديه بي اكس اكبر من 3. هو قال لك بي اكس اكبر من 3 لما يقول لك اكبر ده رول. لما يجي يقول لك اكبر الرول بتاعها 1 ماينس الاصغر على طول. ده رول ثابت. بي اكس بيجر ذان اور ايكوال 3 يبقى 1 ماينس بي اكس اصغر من 3. طيب رقم 5 بيقول لك ايه؟ تعال نشوف. The probability of success of trial 0.3. عايزين بيقول لك ان ال probability first success. عايزين ال third trial. third trial يعني ال n ب3. طب والاس بكام؟ ب 0.3. هكتب بقى الرول. هو قال لك طبعا دي فيرست سكسس، يبقى دي جومتريك ولا بقى باينوميال؟ جومتريك. يبقى هكتب اهو بي اكس ايكوال 3. هكتب اس 1 ماينس اس باور ان ماينس 1. اس اللي هي كام؟ 0.3. 1 ماينس 0.3 باور ان ماينس 1 اللي هي 3 ماينس 1. اشوف الاجابه. 0.3 مضروبه في 1 ماينس 0.3 باور كام؟ 2. هتطلع الإجابة الأولى. السؤال اللي بعديه ماشي. بيقول لك ايه؟ the probability of success of one trial equal 0.25. the probability of first success يعني geometric. third trial before or third trial يعني ايه before or third trial؟ يعني bx equal 3 before or on the third trial. يعني يا bx equal 3 plus bx equal 2 يا bx equal 1. طيب ايه هو الرول؟ الرول اهو اس 1 ماينس اس باور ان ماينس 1 اهو اس 1 ماينس اس باور ان ماينس 1. تالت واحدة اس 1 ماينس اس باور ان ماينس 1. طيب خلاص انا عندي الاس بكام؟ ب 0.25 وافتح براكت 1 ماينس 0.25 باور 3 ماينس 1 بلس نفس الكلام اعمله هنا بس الان ب2. نفس الكلام اعمله هنا بس الان بكام؟ بواحد. طيب السؤال اللي بعديه السؤال رقم كام؟ 7. ماشي.
7 بيقول لك ايه في 7؟ the probability of success، يعني هو اعطيك الاس ب 0.2 ماشي، وبيقول لك the probability more than 4، يعني بي اكس اكبر من 4. بي اكس اكبر من 4 هعمل 1 ماينس بي اكس اصغر من 4. تمام، يعني هعمل ايه؟ 1 ماينس بي اكس ايكوال 4 بلس بي اكس ايكوال 3 بلس بي اكس ايكوال 2 بلس بي اكس ايكوال 1. ماشي، يبقى 1 ماينس بي اكس ايكوال 4. هنعمل ايه عشان نجيب بي اكس ايكوال 4؟ هكتب القانون اهو، اس 1 ماينس اس باور ان ماينس 1. تاني واحدة اس 1 ماينس اس باور ان ماينس 1 بلس اس 1 ماينس اس باور ان ماينس 1 بلس اس 1 ماينس اس باور ان ماينس 1. ماشي، واشوف الاجابه هتطلع بكام كل مره. طبعا انا عندي الاس خلاص هطبق القانون. اللي بعديها عايز الاكسبكتيشن. حلو جدا، الاكسبكتيشن اللي هو المين. خلي بالك دي جومتريك ولا باينوميال؟ جومتريك. خلي بالك عشان كمان شويه هناخد الباينوميال ليه اكسبكتيشن تانية وليه الفاريانس تانية، فركز جدا. طيب الاكسبكتيشن هنا هتبقى كام؟ 1 اوفر اس، يعني 1 اوفر 0.24، واشوف الاجابه هتطلع بكام. ماشي، ده الرول. دي جومتريك عشان كده قلت 1 اوفر اس. طيب هنا عايز البروبابيلتي، عايز الاكسبكتيشن 1 اوفر اس، يعني 1 اوفر 0.4. اللي بعديها عايز الفاريانس. ايه هو الرول؟ 1 ماينس اس على اس سكوير، الرول الاخير. 1 ماينس اس على اس سكوير هو ده الرول. هنا الفاريانس ايه هو الرول؟ القانون بتاع الفاريانس ايه هو الرول؟ الرول بتاع الفاريانس ايه هو؟ هكتب اهو الرول 1 ماينس اس على اس سكوير. 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 0.4 على 0.4 سكوير. ماشي، اللي بعديه الستاندرد ديفيشن. هنجيب الستاندرد ازاي؟ 1 ماينس، هجيب الفاريانس الاول. هجيبها ازاي الفاريانس؟ 1 ماينس اس على اس سكوير، يعني 1 ماينس 3 اوفر 5 على 3 اوفر 5 بار 2. اللي يطلع بقى اجيب الستاندرد. هجيب الستاندرد ازاي؟ روت اللي يطلع. خلصت. السؤال اللي بعديه نفس الكلام اهو. هنا بيقول لك بي اكس ايكوال 3. ايه هو الرول؟ اس 1 ماينس اس باور ان ماينس 1. اس اللي هو 0.8، افتح براكت 1 ماينس 0.8 باور 3 ماينس 1. تاني واحده اصغر من 3، يعني عوض مره ب 3 ومره ب 2 ومره بواحد، مره ب 3 ومره ب 2 ومره بواحد. يبقى ايه؟ اس 1 ماينس اس باور ان ماينس 1 بلس اس 1 ماينس اس باور ان ماينس 1 بلس اس 1 ماينس اس باور ان ماينس 1. مره اعوض الان ب 3 ومره اعوض الان ب 2 ومره اعوض الان ب 1. طيب هنا بي اكس اكبر من 3، يعني 1 ماينس الاكبر، يعني 1 ماينس الاصغر. الاكبر 1 ماينس، احنا واخدينها في السنتر 1 ماينس، هعوض افتح 1 ماينس ولسه حلها من شويه، افتح براكت اعوض مره الاكس ب 3، اعوض مره الان ب 3 ومره الان ب 2 ومره الان ب 1. وانت عندك الرول خلاص حفظته بتاع الجيومتريك. ماشي يا مستر، يلا بينا ندخل على مين بقى؟ هندخل على البينوميال مين probability experiment. بينوميال experiment ده بيتكلم على ايه؟ رولز تانية بقى اهو. ايه الرول هنا؟ ان سي ار، ايوه، اس باور ار، ايوه، 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. تاني، ان سي ار، ايوه، اس باور ار، ايوه، 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. طيب في رول، في رولز بتاعت الافريج يا مستر، ما احنا لسه واخدينها باشا. رولز الافريج، الرولز بتاعت الافريج بتاعت الجومتريك غير الرولز بتاعت الافريج بتاعت مين؟ الباينوميال. ان في اس. طب الفاريانس ان في اس تايمز 1 ماينس اس. طب الستاندرد روت الفاريانس.
طيب تعالى ناخد سؤال هنا. هعرفها منين الباينوميال؟ هعرفها من حرف البي اهو. طيب تعالى نشوف كده اهو. the experiment of choosing fair coin 12 times. ماشي. the number of head يبقى دي كده الان ب 12. هو بقى حاول كام محاولة صح اهو. طلعت معاه 5 هيد. 5 هيد يعني الار ب5. يبقى الار دي اللي هي عدد المحاولات الصحيحة. طب الان ده اللي هو رمى الكوين كام مرة. طب الاس هو قايل لك البروبابيلتي اهو. ده هيد. الهيد بيبقى كام؟ 1 اوفر 2. ما هو هيد وتيل. هيد وتيل بتبقى 1 اوفر 2. طب ايه هو بقى الرول اهو. ان سي ار اس باور ار وافتح براكت 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. ان سي ار يعني 12 سي 5 اس باور ار اللي هو هاف باور 5 1 ماينس هاف باور 12 ماينس 5. ده الرول بتاع الباينوميال. ماشي يا مستر عمورة يا جميل. السؤال اللي بعديه اهو. بيقول لك exam consist 50 multiple choices. في exam فيه 50 choices. ماشي. يعني ال n ب50. each questions has 4 answers. كل سؤال فيه 4 answer. يبقى البروبابيلتي فيها كام؟ اكيد انا هختار واحدة صح من الاربعة. يبقى الاس هنا بواحد على الاربعة. طب الار بيقول لك بقى ايه؟ الار اهو. the probability only 10 questions يعني الار ب 10. يلا بينا نكتب الرول. يلا بينا نكتب الرول ازاي؟ ان سي ار يعني 50 هكتب الرول اهو. ان سي ار اس باور ار 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. طب تعالى بقى نكتبها اهو. هيبقى 50 سي 10 اس اللي هي 1 اوفر 4 باور 1 اوفر 4 باور 10. 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 1 اوفر 4 باور 50 ماينس 10. طب تعالى نكتبها يا مستر عمور اهو. يلا 50 سي ار 50 سي ار هكتب 50 شيفت ديفايدد ار اللي هي ب 10. ماشي. وافتح براكت تايمز افتح براكت 1 اوفر 4 باور كام؟ باور ان ماينس ار يعني باور 10. سوري باور ار باور 10 تايمز 1 ماينس 1 اوفر 4 باور كام؟ باور 50 ماينس ار 50 ماينس 10 واشوف الاجابه هتطلع بكام. هتطلع اهو الاجابه. ماشي. يبقى ان سي ار ال 50 سي 5 دي هتتكتب كده 50 شيفت ديفايدد 10 50 سي 10 اهي. خلي بالك ما تنساش والنبي تكتب تايمز. ماشي عشان ما تطلعلكش ماس ايرور. طيب تعالى ندخل على السؤال اللي بعديه اهو. the probability. ماشي. the probability of the team win football equal 0.7. هما لعبوا كام ماتش؟ لعبوا 9 جيمز يعني الان ب9 والاس ب 0.7. عايز البروبابيلتي اونلي 4 جيمز. لو لعبوا 4 جيمز يعني الار 4. تعرف تكتب الرول؟ اعرف اكتب الرول. ايه هو الرول؟ ان سي ار ماشي اس باور ار 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. ان سي ار يعني 9 سي 4 اس باور ار 0.7 باور 4 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 0.7 باور ان ماينس ار يعني 7 ماينس 4. ماشي. هو بقى بيقول لك probability at least 9 games. at least 9 على الاقل 9 على الاقل 8 يبقى 8 9. يعني الاكس يعني الار يا اما ب 8 at least يا الار ب 9. at least 8 يعني 8 يا اكتر. طب ليه انا ليه قلت ما قلتش ليه 8 و9 و10؟ عشان هو اصلا هم الان كلهم 9. طيب يبقى اتليست 8 يبقى 8 يا 9. طب لو اتليست 7 يبقى 7 يا 8 يا 9. اهو الار ب 8 هكتب الرول ان سي ار ها اس باور ار
1 ماينس اس باور ان ماينس ار، والتانية اهي نفس الكلام ان سي ار اس باور ار 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. هنا مرة عوض الار ب 8 وهنا مرة عوض الار ب 9. طب الان بكام؟ الان ب 9 وهنا الان ب 9 والاس ب 0.7. عايز بقى البروبابيلتي ات موست 2 جيمز، بالكتير قوي 2 جيمز، يعني يا 2 يا 1. ما هو ات موست يعني بالكتير قوي 2، بالكتير قوي 2 يعني الار ب 2 او الار ب 1. ات موست 2 جيمز يعني يا اما الار ب 2 يا اما الار ب 1. عوض بقى الار ب 2، عوض مره الار ب 1 وعندك الان خلاص وعندك الاس. اكزامبل 4 بيقول لك ايه؟ عاطي لك هو الان اهو، عاطي لك الان طالما قايل لك طبعا دي باينوميال مش جومتريك. ده اخر سؤال، بعد كده نبتدي اسئله اللي تشوز. يلا بينا يلا بينا. هو هنا دي كده 3، يعني دي الان اوكي، ودي مين يا مستر عموره؟ ودي الاس. البروبابيلتي هو بيقول لك اكس اكبر من واحد. انا قلت لك في رول اخدناه الحصه اللي فاتت، طالما قال لك بي اكس اكبر من واحد دي ليها رول. ايه الرول بتاعها؟ اهو 1 ماينس بي اكس اصغر من واحد. على طول ده الرول بتاعها. بي اكس اكبر من واحد 1 ماينس بي اكس اصغر من واحد. يعني من الاخر مين اللي اصغر من واحد؟ يعني الار هنا بزيرو. حلو. كل الكلام ده هو قايل لك ان هي ايكوال 19 اوفر 27. ماشي، يبقى هكتب 1 ماينس 1 ماينس وافتح براكت 1 ماينس وافتح براكت. كل الكلام ده ايكوال 19 اوفر 27. 1 ماينس هنطبق القانون. ايه هو؟ الار بزيرو. طب ايه هو القانون؟ ان سي ار اس باور ار 1 ماينس اس اول باور ان ماينس ار. يعني 1 ماينس ان سي ار، ان بكام؟ ان بكام؟ ان بكام؟ ان ب 3، يبقى 3 سي ار معرفهاش. اس اللي هي سوري الار بزيرو، اس معرفهاش باور زيرو. 1 ماينس اس يعني 1 ماينس اس اهو باور ان ماينس ار 3 ماينس 0 اللي هي باور 3. كل الكلام ده ايكوال 19 اوفر 27. هكتب دي كلها شيفت سولف بالكالكليتر واطلع الاس. تعالى نحسبها اهو. يلا بينا. 1 ماينس ماشي هفتح براكت 3 سي 0 3، انا بكتب السؤال اهو 3 سي 0 شيفت 0 ماشي تايمز ماشي تايمز كام؟ الفا براكت اللي هو اكس باور 0 اوكي تايمز 1 ماينس الفا براكت اللي هو اكس اهو تايمز 1 ماينس افتح براكت بس 1 ماينس الفا براكت باور كام؟ باور 3 ماشي واقفل البراكت. كل الكلام ده الفا كالك ايكوال 19 اوفر 27 وادوس شيفت كالك وادوس الاجابه. هتطلع الاجابه ما طلعتش عشان انا مش كاتب زيرو هنا اكس بار زيرو. ماشي وادوس شيفت كالك وادوس ايكوال واشوف الاجابه هتطلع بكام هتطلع بكام هتطلع بكام. هنستناها شويتين تلاتة كده. ها لو معاك كالكوليتر جديده هتطلع لك الاس على طول. هتطلع الاس بكام؟ المفروض تطلع الاس ب 0.3. فعلا اهي طلعت الاس بكام؟ ب 0.3. يبقى انا كتبت دي كلها على الكالكوليتر، علمتك ازاي تكتبها. الاس بكتبها اكس 1 ماينس فتحت براكت، عيد الفيديو كذا مره عشان تعرف تكتبها. طلعت الاس طلعت الاس ب 0.3. اوكي عايز مين هو كمان بقى؟ عايز بي اكس ايكوال 2. يبقى تاني بي اكس ايكوال 2 خلاص، يعني الار ب 2 وانا لسه الار ب 2 والان انا لسه قايلها فوق اهي ب 3 والاس لسه جايبينها طازه ب 0.3. يلا بينا ان سي ار اس باور ار 1 ماينس اس اول باور ان ماينس ار.
ماشي، هكتب واشوف الاجابه تطلع بكام. يبقى هنا لما اجي اقول لك هو اللعبه كلها في الحته دي، بي اكس اكبر من 1 ايكوال 19 اوفر 27، هقول 1 ماينس بي اكس اصغر من 1 ايكوال 19 اوفر 27. طب مين اللي اصغر من 1؟ يعني الار بزيرو. هكتب الرول، يبقى 1 ماينس وافتح براكت، كتبت الرول ان سي ار اس بار ار 1 ماينس اس اول بار ان ماينس ار، كل الكلام ده ايكوال 19 اوفر 27. يبقى 1 ماينس ان بكام؟ 3 سي الار بزيرو في اس معرفهاش باور زيرو تايمز 1 ماينس اس باور كام؟ ان ماينس زيرو يعني 3، كل الكلام ده ايكوال 19 اوفر 27. هنعمل شيفت سولف، هتطلع الاس، هتطلع الاس ب 0.3. بعد كده اكتب الرول خلاص. يلا بينا ندخل بقى على اسئله ايه اللي تشوز واحده واحده. ايوه، لا في سؤال كمان، معلش في سؤال كمان ناخده بالمره اهو عشان يبقى خلصنا. اكزامبل 5. بص يا باشا، coin tossed 150 times the number of times هي اترمت 150 مره، ماشي، number of times appearance hit 130، يبقى البروبابيلتي 130 على التوتال كله 150، هتطلع كام على كام؟ 13 على 15. يبقى تاني هي اترمت 150 طلعت 130، يبقى 130 على 150 هتطلع كام على كام؟ 13 على 15. if you tossed it 20 times يعني ال n ب 20، ال n بكام؟ ب 20. عايز الافريج، هنجيب ازاي الافريج؟ هكتب اهو القانون بتاع الافريج او الاكسبكتيشن، هيبقى ايه هو الرول؟ ان في اس. مستر واحد على اس يا باشا، دي باينوميال مش جومتريك. ان في اس يعني 20 في 13 على 15، واشوف الاجابه هتطلع بكام. مستر عايز الفارينس، الفارينس بيجاب ازاي؟ الفارينس ان في اس 1 ماينس اس. طب ان بكام؟ ان بكام؟ ان ب 20 في اس 13 على 15، 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 13 على 15، واشوف الاجابه تطلع بكام. يلا بينا بقى ندخل على اسئله ايه اللي تشوز. يلا ندخل على اسئله اللي تشوز. جاهز؟ يلا بينا، ركز بس، واحده واحده، استعين بالله. يلا بينا. السؤال رقم 1 بيقول لك اكس، وهنا باينوميال من كام لكام؟ 5 ل2 على 3. الخمسة دي يا باشمهندس اللي هي ان، والاتنين على 3 دي اللي هي اس. باينوميال ولا جيومتريك؟ باينوميال. اكس ايكوال 4 يعني الار ب4. هكتب القانون بتاع الباينوميال ان سي ار اس باور ار 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. ماشي، ان سي ار ان اللي هي 5، يبقى 5 سي ار يعني 5 سي 4 اس باور ار اللي هي 2 اوفر 3 باور 4، 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 2 اوفر 3 باور ان ماينس ار اللي هي 5 ماينس 4. واشوف دي بكام. هتطلع الاجابه يا باشمهندس، الاجابه ان واحده، الاجابه ان واحده، الاجابه هتطلع سي. طبعا هنا بعمل تايمز وهنا بعمل تايمز. السؤال اللي بعديه رقم 2 نفس الكلام. ال n بكام؟ ال n ب8، والاس بكام؟ الاس ب1 على 3. هعمل ايه؟ بي اكس ايكوال تو يعني الار ب2، هو doesn't equal، انا هعمل عادي، اشتغل عادي، وفي الاخر خالص بعمل 1 ماينس اللي يطلع طالما قالك doesn't equal. يبقى هكتب الرول دي باينوميال، باينوميال. هكتب الرول ان سي ار السكند اللي هو سوري اس باور ار 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. ان سي ار اللي هو كام؟ يعني 8 سي 2 اس باور ار اس اللي هي 1 اوفر 3 باور ار اللي هي باور 2، 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 1 ماينس الاس، الاس اللي هي 1 اوفر 3 باور ان ماينس ار اللي هي 8 ماينس 2، واشوف الاجابه هتطلع بكام.
هتطلع الاجابه برقم. هعمل ايه انا بقى؟ هعمل 1 ماينس الرقم اللي طلع. 1 ماينس الرقم اللي طلع، هتطلع الاجابه دي. ماشي، عشان هو قال لك doesn't equal، فبعمل 1 ماينس الرقم اللي طلع. ده السؤال رقم 2. السؤال رقم 3. اعطي لك الاس، هو الراجل المحترم، ماشي، وما قالكش هنا باينوميال ولا جيومتريك، بس هو ما قالش فيرست سكسس. لو كان قال فيرست سكسس كان بقى اسمها جيومتريك، لكن هنا باينوميال. ليه؟ ان ب 10، ار ب 4 اهو، والاس ب 0.4. هكتب الرول على طول، ان سي ار اس باور ار 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. ماشي. ان سي 4، ان سي 4 يعني 10 سي ار، يعني 10 سي 4. السكند اس اللي هو 0.4 باور ار باور 4. 1 ماينس اس، اس اللي هو 0.4 باور كام؟ ان ماينس ار، يعني 10 ماينس 4. واشوف الاجابه دي هتطلع بكام يا باشمهندس. هتطلع الاجابه ايه؟ السؤال اللي بعديه رقم 4. رقم 4 the probability of failure trial 0.3. حلو، يعني الاس ب 0.3. the number of trial 10، يبقى الان ب 10. عايز ايه؟ اعطيك الار بكام؟ ب4. ماشي، تعال نطبق القانون. تعال نطبق القانون. ان سي ار اهو، ماشي، تايمز 1 minus 3 all باور ان minus ار اللي هي باور 6. بص يا باشا، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هو بيقول لك probability of failure، الناس اللي ساقطه اعطاها لك ب 0.3. انا ماليش دعوه. هو دلوقتي عايز ايه؟ واعطيك الان ب 10 واعطي لك الار ب 4. عايز مين؟ عايز البروبابيلتي اكزاكتلي 4، يعني الار ب 4 سكسس. يبقى انا ماليش دعوه بالفشل. يبقى البروبابيلتي مش 0.3. ال 0.3 ده الفشل، الفيلرز، الناس اللي ساقطه. انا عايز اللي ناجحين. اللي ناجحين عشان هو عايز السكسس. بعمل 1 ماينس 0.3 تبقى 0.7. اوعى تتخدع، خلي بالك عشان هنا تريك. في هنا تريكايه. اوعى تكتب الرول باس اللي هو بتاعت الفيلرز. واعطيك البروبابيلتي بتاعت الفيلرز 0.3. الناس اللي ساقطه عايز اجيب البروبابيلتي بتاعت الناجحين، هعمل 1 ماينس 0.3. هكتب الرول ان سي ار، ايوه، اس باور ار اس 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. ان سي ار يعني 10 سي 4 اس باور ار اللي هي 0.7 باور 4. 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 0.7 باور 10 ماينس 4. واشوف الاجابه هنا. شوف الاجابه هتطلع 0.0368. السؤال اللي بعديه اعطيلك ايه اهو. السؤال رقم 6. اعطيلك البروبابيلتي بتاعت السكسس، حلو، ب 0.75. واعطيك ان ب 12. بيقول لك probability 11 or more success، يعني الار يا اما ب 11 يا اما الار ب 12. طب الان بكام؟ الان ثابته ب 12. طب الاس بكام؟ 0.75. يبقى الان ب 12 والاس ب 0.75. هنكتب الرول ان سي ار اس باور ار 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. نفس الكلام ان سي ار اس باور ار 1 ماينس اس باور ان ماينس ار.
هحسب دي واحسب دي واعملهم بلس. ان يبقى 12 سي 11 اس اللي هو 0.75 باور ار 11. 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 0.75 باور ده ماينس ده اللي هو باور 1. واشوف دي بكام. الناحية التانية ان سي ار يبقى 12 سي 12 اس اللي هو 0.75 باور ار باور 12. 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 0.75 ان ماينس ار يعني 12 ماينس 12 اللي هي باور 0. واشوف دي بكام. هحسب دي بكام واحسب دي بكام واعملهم بلس. هتطلع رقم 6 يا باشمهندس. هتطلع رقم 6 الإجابة ايه. السؤال اللي بعديه السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 7. طيب بيقول لك ايه نفس الكلام. probability of success اس بكذا اعطيك ان بخمسة. بيقول لك عايزين probability 3 success at least. يعني 3 بالقليل يعني يا 3 يا اكتر. قلنا لك في الشرح يعني يا 3 يا 4 يا 5. يعني الار ب3 او الار ب4 او الار ب5. ماشي. الار ب3. طب انا عندي الاس بكام؟ عندي الاس اهو ب 0.5. الاس بكام؟ ب 0.5. الاس بكام؟ ب 0.5. والان بكام؟ والان ب5. والان ب5. والان ب5. هطبق القانون هنا. ان سي ار اس بار ار 1 ماينس اس بار ان ماينس ار. هنا نفس الكلام. ان سي ار اس بار ار 1 ماينس اس بار ان ماينس ار. هنا ان سي ار اس بار ار 1 ماينس اس بار ان ماينس ار. ان سي ار يعني كام؟ يعني 5 سي 3. اس بار ار اللي هي 0.5 بار 3. 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 0.5 بار 5 ماينس 3. شوف دي بكام. نفس الكلام هنا. ان سي ار ان بكام؟ ب 5. سي ار سي 4 اس اللي هي 0.5 باور ار باور 4. 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 0.5 باور 5 ماينس 4. واشوف دي بكام واشوف التالتة بكام واجمع التلاتة على بعض. السؤال رقم 8. ماشي. probability of success probability of success equal كام؟ probability of success equal 20%. 20% دي لو كتبتها يعني 20 divided 100 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 1 over 5. يعني اس ب 1 over 5. 20% يعني اس equal 1 over 5. ماشي. ونمبر اوف ترايل ان ب 20. عايزين البروبابيلتي 4 or more success. يعني هنا الاس ب 1 over 5 وان ب 20. بيقول لك 4 او ازيد. يعني الار ب4 او الار ب5. هنا اس ب 1 over 5 ان ب 20 ار ب5. يلا بينا نكتب الرول. ان سي ار اس بار ار 1 ماينس اس بار ان ماينس ار. اهو ان سي ار يعني 20 سي 4 اس بار ار 1 اوفر 5 بار 4. 1 ماينس 1 اوفر 5 بار ان ماينس ار يعني 20 ماينس 4. نفس الكلام هنا. 20 سي 4 20 سي 5 ان اس بار ار يعني 1 اوفر 5 بار 5 تايمز 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 1 اوفر 5 باور 20 ماينس 5 اللي هي باور 15. هحسب دي واحسب دي واجمع الاتنين على بعض واشوف الاجابه هتطلع بكام. هتطلع الاجابه بي. السؤال رقم 9. ماشي. بيقول لك 90%. حلو. 90% دي الاس. الاس 90% يعني 90 اوفر 100 هتطلع 0.9. اوكي. بيقول لك اتليست 1 شجري وقايل لك الان ب3. اتليست 1. اتليست 1 يعني بالقليل واحد. يعني الار ب1
او الار ب2 او الار ب3. طيب الاس بكام؟ 0.9 والان ب3. الاس بكام؟ ب 0.9 والان ب3. الاس بكام؟ ب 0.9 والان ب3. تعرف تكتب الرول؟ هعرف اكتب الرول. هيبقى كام؟ اهو هكتب الرول اللي هو كام بقى؟ ان سي ار السكند اللي هو اس باور ار 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. ان سي ار اللي هو 3 سي 1 اس باور ار اللي هو 0.9 باور 1 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 0.9 باور 2. نفس الكلام هنا ان سي ار ان اللي هو كام؟ 3 سي 2 اس باور ار 0.9 باور 2 1 ماينس 0.9 باور ده ماينس ده. نفس الكلام هنا 3 سي 3 بطبق القانون 0.9 باور 3 1 ماينس 0.9 باور ان ماينس ار يعني باور 0. هحسب دي واحسب دي واحسب دي واعملهم بلس، هتطلع الاجابه رقم 9. هتطلع الاجابه لما احسبهم كلهم هتطلع الاجابه الاخيره. سؤال رقم 10. ماشي. سؤال رقم 10 بيقول لك ايه؟ اكسبيرمنت ريجولار كوين. حلو، يبقى الاس هنا بهاف طالما كوين. ان باربعه. بيقول لك appearing only 3 times يعني الار بتلاتة. عايز ايه؟ عايز نفس الكلام. هقول ان سي ار السكند اس باور ار 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. اس اللي هي ان سي ار 4 سي 3 اس اللي هي هاف باور 3 1 ماينس هاف باور كام؟ 4 ماينس 3. واحسب دي اشوف هتطلع كام. يلا بينا ندخل على السؤال رقم كام يا باشمهندس؟ رقم 11. طيب ماشي. عايز ايه هو؟ بيقول لك in the experiment regular die dies 4 times اترمت 4 مرات يعني الان ب4. the probability getting number or more than 5 يعني يا 5 يا اكتر في الداي، يعني يا 5 يا 6. يعني كام رقم؟ يعني الاس يا 5 يا 6. ما هو قال لك اهو جيتنج نمبر مور ذان 5. مور ذان 5 يبقى سوري يبقى 6 بس. يعني كام رقم؟ يعني رقم واحد، يعني واحد على الستة. ما هو قال لك دلوقتي جيتنج نمبر مور ذان 5. مين اللي اكبر من 5؟ اللي هو كام؟ اللي اكبر من 5 اللي هو 6. يعني واحد على الستة. طيب الار بقى بكام؟ قال لك الار اهو بص بقى هاف ذا نمبر اوف ترايل يعني الار ب2. طيب تعال نشوف الار ب2. الار بكام؟ ب2. هنعمل ايه؟ 11. هكتب الرول ان سي ار اس بار ار 1 ماينس اس بار ان ماينس ار. ان سي ار يعني 4 سي 2 اس اللي هي 1 على 6 باور 2 1 ماينس اس اللي هي 1 على 6 باور كام؟ 2. واحسبها هكتب 4 سي 2 تايمز 1 على 6 باور كام؟ باور 2 تايمز 1 ماينس 1 اوفر 6 باور كام؟ باور 2. هتطلع الإجابة هتطلع بكام؟ ثانية. 4 سي 2 ان سي ار هو هنا قال لك الداي اترمت 4 مرات. the probability getting number more than 5
مور ذان مور ذان ذا هاف ثواني. وقال لك هنا مور ذان 5 خلاص، يعني الاس بواحد على 6. بس الار هو قال لك مور ذان، احنا نسينا نقرا دي. قال لك مور هاف نمبر اوف 2، يعني الار مره بثلاثه والار مره باربعه. مور ذان ذا هاف اوف نمبر، طب هو النمبر كام اصلا؟ 4. نصهم، نص الاربعه 2. هو بقى مش عايز 2، ده بيقول لك اكبر من 2. مور ذان، بص الكلام، مور ذان ذا هاف نمبر اوف ترايل، اكبر من نص من نص الترايل. طب هو الان باربعه نصها 2، مين الاكبر؟ ار بثلاثه. هطبق قانون ان سي ار اس بار ار 1 ماينس اس اول بار ان ماينس ار. هنا نفس الكلام، ان سي ار اس بار ار 1 ماينس اس اول بار ان ماينس ار. ان سي ار هتبقى 4 سي 2 اس اللي هي 1 على 6 باور 2 1 ماينس 1 على 6 باور ان ماينس 2، يعني 4 ماينس 3 تبقى 1. هنا ان سي ار 4 سي 2 اس اللي هي 1 على 6 باور كام؟ باور 4. هنا الباور 3، انا اسف، باور 3. ماشي، 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 1 على 6 باور ان ماينس ار، والار ب 4 يبقى 4 سي 4 ان ماينس ار يعني باور 0. هنحسب دي، هحسب دي لوحدها واحسب دي لوحدها. هنا 4 سي 3. هحسب دي لوحدها واحسب دي لوحدها واحسبهم، هيطلع الاجابه، واجمعهم هيطلع الاجابه الثانيه. يبقى هنا معلش مور ذان ذا هاف نمبر اوف ترايل. طب هو نمبر اوف ترايل 4، نصها 2. هو بيقول لك اكبر من 2، يعني الار يا ب 3 يا الار ب 4. عوضت الار ب 3. جت منين ال1؟ الان ب 4، 4 ناقص 3 تبقى 1. هنا جت منين 0؟ الان ب 4 والار ب 4. السؤال رقم 13. If the number of left hand number of left hand of people 80 person equals 16. ده الليفت هاند، الايد الشمال. Then the expected اللي هي الافريج، اللي هي الاكسبكتيشن. ايه هو القانون بتاعها في الباينوميال؟ ان في اس. طيب عايز الاكسبكتد نمبر اوف رايت هاند، ماشي؟ كام بقى؟ كام بيرسون؟ ل 200 بيرسون، يعني الان 200. طب الاس بكام؟ اذا كان هو الليفت هاند اهو، الليفت هاند 16 اوفر 80، يبقى الرايت هاند، الرايت هاند هقول 80 ماينس 60 اهو، 80 ماينس 16 هعمل 80 ماينس 16 هيطلع لك 64 اوفر 80. 64 دي جت ازاي؟ 80 ماينس 16. ماشي. طيب يبقى الاس هنا البروبابيلتي بتاعت الرايت هاند هتبقى كام؟ 64 اوفر 80. 64 اوفر 80 ماشي تايمز 200 هتطلع بكام؟ هتطلع 160. سؤال 14. سؤال 14 بيقول لك ايه في السؤال رقم 14؟ تعال نشوف. السؤال رقم 14 تعال نشوف بيقول لك ايه. بيقول لك 10 questions، يعني الان ب 10. each questions for alternate، يعني كل سؤال فيه 4 اختيارات، يبقى الاس انا بختار اجابه صح، يبقى 1 على 4. The probability of Mona will 7 questions correct، يعني الار ب 7. طيب هو عايز بقى الاجابه هتطلع كام؟ طيب هنكتب ايه؟ اكتب الرول ان سي ار السكند اللي هو اس باور ار 1 ماينس اس باور ان ماينس ار. ان اللي هو 10 سي ار سي 7 اس اللي هو 1 اوفر 4 باور ار اللي هو باور 7 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 1 اوفر 4 باور ان ماينس ار يعني باور 3. هشوف الاجابه هنا هتطلع بكام. هكتب 10 سي 7 تايمز 1 اوفر 4 باور كام؟ باور 7
تايمز 1 minus 1 over 4 1 minus 1 over 4 باور كام؟ باور 3. يبقى 10C7 has 4 alternate ماشي. منى عملت 10 أسئلة multiple choices test. Each question has 4 alternate. ماشي. If منى answered then the probability of منى will get 7 questions are correct. يعني ال R ب7. ماشي. هحسب دي كلها على بعض كده واشوف الإجابة هتطلع بكام. هتطلع الإجابة كام؟ سي تقريبا. تطلع الإجابة 10C7. هتطلع الإجابة دي رقم 14. هتطلع الإجابة الأخيرة 0.0309 0.00309. تطلع هي الإجابة دي. تمام. السؤال اللي بعديه رقم 15. نفس السؤال ونفس الفكرة. هاني عمل 12 سؤال. ماشي اهو. يبقى ال N ب 12. multiple choices. each question has 5 alternate. يعني كل سؤال فيه 5 اختيارات. يبقى الاس بواحد على 5. ماشي. then the probability هاني exactly 11 questions. يعني ال N هنا ب 11. طيب هنكتب ايه؟ هكتب القانون NCR 12 NCR S بار R 1 minus S all بار N minus R. يعني 12 CR يعني 12 C11 S اللي هو 1 على 5 باور 11 1 minus S يعني 1 minus باور 12 minus 11 يعني باور 1. يعني الإجابة هتطلع 12C11 0.2 باور 11 0.1 0.8. هتطلع الإجابة الأولى. ماشي. السؤال اللي بعديه رقم كام؟ خلاص هنا نفس الكلام. أعطيك الإس ب 75% هحسب الإس وأعطيك الآر ب3 وأعطيلك ال N ب5 وطبق القانون عادي. هنا بقى اللي بعديه السؤال رقم 18. أعطيلك الإس باينوميال. أعطيك الإس وأعطيلك ال N وعايز ايه؟ عايز الاكسبكتيشن. الاكسبكتيشن بتبقى ان في اس. الاكسبكتيشن بتاعت الباينوميال يعني 10 هضربها في 0.36 هتطلع 3.6. السؤال اللي بعديه رقم 19. عايزين الفاريانس. ايه هو القانون بتاع الفاريانس؟ القانون بتاع الفاريانس اهو ان في اس 1 ماينس اس. ان اللي هي كام؟ ان اللي هي 8 في اس اللي هي 0.4. 1 ماينس اس يعني 1 ماينس 0.4 واشوف الاجابه هتطلع بكام. 19. احسبها كده بالكالكليتر هتطلع 19 الاجابه الاولى. السؤال اللي بعديه رقم 20. عايز الستاندرد. عشان اجيب الستاندرد لازم اجيب الفاريانس. طب الفاريانس هجيبها ازاي؟ ان في اس 1 ماينس اس. ان في اس ان بكام؟ ب 12 في اس اللي هي 1 اوفر 3 1 ماينس 1 اوفر 3 واشوف الاجابه. يبقى 12 تايمز 1 اوفر 3 تايمز 2 اوفر 3 هتطلع 8 اوفر 3. هو بقى عايز ده الفاريانس. عايز اجيب الستاندرد هعمل روت الانسر هتطلع 2 روت 6 اوفر 3. السؤال رقم 21. السؤال الاخير في اللي تشوز. اعطيك الفاريانس. اعطيك الاكسبكتيشن اللي هو ان في اس ب 8 واعطيك الفاريانس اللي هو ان في اس 1 ماينس اس ب 20 اوفر 3.
حلو. ده القانون بتاع الاكسبكتيشن وده القانون بتاع الفارينس. حلو، كلام عظيم. هنعمل ايه؟ هشيل ان في اس دي احط مكانها 8 اللي تحت دي، هشيل دي واحط مكانها 8. يبقى 8 مضروبه في 1 ماينس اس، كل الكلام ده ايكوال 20 اوفر 3. يبقى 1 ماينس اس ايكوال كام؟ 20 اوفر 3 ديفايدد 8. 20 اوفر 3 ديفايدد 8 هتطلع كام؟ 5 اوفر 6. 20 اوفر 3 ديفايدد 8 يبقى هتطلع 1 ماينس اس ايكوال كام؟ 1 ماينس اس ايكوال 5 اوفر 6. تعرف تجيب الاس؟ اعرف اجيب الاس، هحسبها بالكالكليتر، هتطلع الاس بكام؟ ب 1 اوفر 6. اعمل شيفت سولف انا معلمها لكم. طيب هو بقى عايز الان، خلاص ما انا عندي الاس بواحد على الستة، يعني ان في اس اهو، اقعد في القانون اللي فوق، ان في اس ب8، يعني ان في واحد على الستة ايكوال 8. يبقى ان ايكوال حوادي دي هنا 8 ديفايدد واحد على الستة، تبقى الان ايكوال 48. ندخل على الاسئلة المقالي. الاسئلة المقالي خلاص بقى مش هنحل غير الاسئلة اللي احنا عارفين يعني صعبة. دي هنا الاس ب 0.9، 12 اوردر، يعني الان ب 12 والار ب 10. هطبق القانون عادي خالص. نفس الكلام هنا، هعطيك الاس ب 0.85 وهعطيلك الان ب 15 وهعطيك الار ب 13. هكتب الرول واعوض عادي خلاص. نفس الكلام الاس ب 0.2، الان ب 25، الار ب 5، اعوض في القانون. نفس الكلام بيتكرر في كله، نفس الكلام بيتكرر في كله، نفس اسئله اللي تشوز بالظبط. ماشي، هنا اهو الاس بكام؟ رقم 7. رقم 7 الاس ب 0.1 والان بكام؟ والان ب 100، وبيقول لك 2 ات موست. يعني ايه 2 ات موست؟ يعني 2 بالكتير، يعني يا 2 يا 1. تاني، 2 بالكتير يعني يا 2 يا 1. طيب السؤال اللي بعديه، يعني الار ب 2 والار ب 1، اعوض مره الار ب 2 واعوض مره الار ب 1 واحسبها. ماشي، نحل السؤال ده وده اخر سؤال هناخده النهارده. probability فوتبول ها equal 0.7، يعني الاس equal 0.6، سوري 0.6. في كام؟ 7، يبقى الان ب 7. عايز ايه؟ عايز البروبابيلتي اونلي فور ماتشز، يعني الار ب4. هطبق القانون ان سي ار اس بار ار، خلاص اتهرينا. 1 ماينس اس بار ان ماينس ار. ان سي ار اللي هو 7 سي 4، اس بار ار اللي هو 0.6 بار ار اللي هو بار 4، 1 ماينس 0.6 باور ان ماينس ار يعني 7 ماينس 4. اشوف الاجابه. السؤال اللي بعديه عايز ايه بقى؟ اتليست 6 ماتشز. طب هو الاس بكام؟ الاس ب 0.6 اهو، الاس ب 0.6، الان ب 7، اتليست 6 ماتشز، يعني الار يا اما ب6، وهنا الاس ايكوال 0.6 والان ب7 والار ب7. هطبق القانون ان سي ار اس بار ار 1 ماينس اس اول بار ان ماينس ار. هنا نفس الكلام ان سي ار اس بار ار 1 ماينس اس اول بار ان ماينس ار. طب هنا الار مره ب6 وعوض مره الار ب7 واحسب الاثنين بلس بعض. اخر واحده the probability 2 matches at most. يعني ايه 2 matches at most؟ يعني الاس اهي ب 0.6 والان ب7، الار 2 matches at most يعني يا 2 يا 1، يعني الار ب2 هكتب نفس البتاع ان ب7، الار ب1. عوض مره الار ب2 وعوض مره الار ب1. اطبق القانون مره هنا واطبق القانون مره هنا واعملهم بلس. كده يا باشمهندس خلصنا
شابتر 4 وخلصنا اخر جزء في شابتر 4 اللي هو اسمه باينوميال اكسبيرمنت. كده ان شاء الله الحصه الجايه هندخل على مين؟ هندخل على شابتر 5. فاضل لنا حصتين، فاضل حصتين ونخلص شابتر 5 ونبتدي ريفيجن ان شاء الله. في حفظ الله، كل سنه وانتم طيبين. باي باي، السلام عليكم.